السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ معاكم أحمد عمران، أهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبتدي صلي بينا على النبي. والنهاردة الفيديو دوت إيه، ما يعتبرش يعني هو مقدمة للسلسلة، يعتبر أكتر. إن شاء الله هنعمل سلسلة ماستر ليج بجانب كون أسطورة زي ما انتوا كنتوا عايزين. فأنا عاوزكم تحددوا لي الفريق وتحددوا صعوبة اللعب. تمام. احنا هنلعب طبعا في دوري اكيد بتاع انازوما 11. وبرضه عايزكم تحددوا لي هل اعمل اشتري لعيبه وكده من بره او من الدوري بس، ولا ما اشتريش والعب بالفريق الاساسي زي ما هو واطوره. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية برضو يعني قولوا لي الفرق التانية عايزينها برضو تعمل انتقالات وكده ولا تبقى كلها ثابته. تمام. دلوقتي انا عاوزكم تختاروا ما بين الفرق اللي موجوده في الدوري. طبعا عندنا فريق رايمون او النصير الاول، اضعف فرقه، مش مشكله حتى لو لعبنا بيها نحاول نعافر بيها. 48 49 48. خلينا كده نبص على اللعيبه بتاعتها. طبعا انا عرضتها لكم قبل كده. عندنا عامر وجميل و وحيد وكازيمارو اللي هو منصور. بصوا انتوا طبعا عارفين اللعيبه، انا بوريكم اللعيبه والقوه بتاعتهم. شادي وسيف ومجد وطبعا زين 61 هنا، دي اضعف نسخه منه اعتقد، ومروان. وعندنا والله بنسى اسمه على طول، ميجان. وعندنا سيد وشاكر والولد اللي هو القصير ده. عندنا تاني فريق طبعا هو فريق النجوم، تقريبا في نفس قوة النسور. حازم، أهم لعيبة فيها طبعا حازم. وعندنا طبعا فودو، وعندنا كيدو، وعندنا ساكوما اللي هو نبيل. دول أهم لعيبة، بس أنا طبعا عدد اللعيبة أقل. تمام. انتوا شايفين. عندنا زيوس، معرفش زيوس عاملينه اضعف او في نفس قوتهم، معرفش ازاي، بس خلينا نشوف. برضو عدد لعيبتهم محدود. مشكلته في عدد اللعيبة، يعني ما عندهمش دكة. طبعا النجم بتاعهم انس. تمام. عندنا فريق النسور التاني، والصراحة ده يعني انا مش عايز اقصر عليكم، بس انا شخصيا افضل العب بالفريق دوت عن الفريق الاولاني. لان في شخصية انا بحبها جدا. بغض النظر عن جهاد، انا طبعا بحب جهاد. في شخصيه بجد انا بحترمها في اللعبه، ببقى عايز انترست دولة انك تلعب بيه، وهو اخوه طبعا، اخو جهاد، اسامه. وجهاد موجود برضه طبعا. وحتى قوته طبعا الفرق ما بينهم يعني فرق 10 تقريبا. الهجوم بس فرق 20، لان الهجوم بتاعه كان حس. كاوس برضه لو عايزين نلعب بشامل وزلة. تمام. بالمناسبة صحيح هبقى أعمل تحدي ما بين فريق برومينوس وفريق دايموند داست إن شاء الله، لأن انتوا قلتولي على الفكرة لما أنا سألتكم مين الأفضل، شامل ولا زل. خلينا إيه، نتأكد بنفسنا في فريق الزلزال لو عاوزيننا نلعب بطارق مثلا. بس برضه المشكلة في الفرق دي إن عددها قليل، فهضطر أعمل صفقات. البنت دي برضه نسيت اسمها والله. أولفيدا. اسمها أولفيدا. جران. كمان مسمينه جران. فريقهم كويس طبعا، بس المشكلة برضه في العدد. يعني أنا مشكلتي في الفرق دي العدد. فريق دارك امبرور برضو لو بتحبوا الفريق اللي هو بتاع منصور، ما كان شرير. برضو ما عندهمش للأسف دكة. البت دي ما كانتش معاهم، بس ممكن كانت في اللعبة بقى. الشخصية دي أصلا من اللعبة. أهو منصور أهو. والواد ده كمان أعتقد ده واخدينه من مش من، ممكن من المانجا مش من اللعبة. فريق البنات لو حابين، لو في بنات كتير بيحبوا يتفرجوا ممكن نلعب بيه. بس برضه ما عندهمش ناس، ممكن اشتري البنات من الفرق التانية. ايه ده، اخت زينة اهي. طب يعني انتوا ضايفين شخصية دي من فريق من النص من الفرسان، ومش ضايفين بيان؟ يا رب يعملوا تحديث يا جماعة. ودي برضو من جزء جالاكسي.
شوفوا برضه فريق البنات ضعيف قوي، بس برضه انترستد يعني. طبعا فريق اليابان بلعب فيه في النص، كده كده في كون اسطورة. لو عاوزين بقى تشوفوا اتحكم باللعيبة وكده، هو طبعا فريق ما اقدرش اتكلم عنه جميل. شوفوا برضو لو عاوزين قولوا لي يعني، بس يعني مش هيبقى في تكرار كده يعني. انا شايف في فريق بقى نيو جابان معانا. تمام. نيو جابان لو عايزين الزعيم بقى واللعيبة اللي لعبت قصادهم في دوري المدارس، الزعيم اهو. عاملينه ينفع يلعب حارس. اه عاملينه ينفع يلعب حارس والله. كويس. بس مش عارف اشوف التصدي بتاعه. 75. طب مظبطينه يعني. لو عايزين فريق مايولا ومباولا، بس برضه عددهم قليل. الحارس ده كان طويل قوي، انا فاكر ان هو كان لا مش الحارس، كان في واحد ضخم قوي، هو ده تقريبا. ده كان فعلا ضخم. عامله 153. ده كان ضخم قوي. وده برضه كان طويل. 182. وده اعتقد كان ضخم برضه والله. ما علينا ما علينا. اهم اتنين سين ديزاستا ولا ديزوتا. لو عاوزين بقى نغير ونلعب بالفريق الايطالي، هو الحارس بقى مش مخلين شكله كده ليه؟ مش شبهه خالص. هنا تحسه كيوت قوي. بس بقى الشخصيات صراحة شكلها يعني. انجلو. وطبعا معانا احلى حاجة بقى ان هما ايه، فكك من سلام والكلام ده، ضايفين نكاتة. نكاتة تقريبا احسن لاعب نص في البطولة يعني، او ظهر في الجزء التالت كله عموما. في ناس ممكن تقارن ما بينه وما بين سيد، تعالى نبقى نعمل مقارنة بينهم والله. طيب عندنا برضو ليتل جيجانت، لو عايزين فريق شبه فريق النسور، هو تقريبا. ده شبيه منصور. ده فينه. ده شبيه جميل. هتلاقي ده شبيه اعتقد اللي هو شاهر. في لعيبة بقى كتير شبه اشباههم. ده طبعا شبيه والله نسيت اسمه، الولد ابو شعر ده. شادي. كله معروف ده شبيه مين. وده طبعا تيسير شبيه عامر. ده شبيه بيقولوا مروان. بس مع ان تسديداته مختلفة، يعني ده الوحيد اللي شايف فيه اختلاف بينهم. ممكن شكلا نوعا ما. بس خلينا نشوف برضو اخر فريق، لو عاوزين الفريق ده الاقوى طبعا فريق الاجري. برضو الحارس مش شبهه خالص. بس عددهم قليل خالص يا جماعة، عددهم قليل جدا جدا جدا. طبعا سيليد اقوى واحد فيهم. وهجومهم قوي جدا المفروض يعني. في الولا دوت انا مش عارف ده ولد ولا بنت الصراحة. وفي دوت الاجري اساسا ان هو متصدر يكون اسطورة عندنا. فعاوزكم تحددوا. انا كل اللي انا طالبه منكم دلوقتي ان احنا ايه، نحدد الشخص الفريق، ونحدد انتوا عايزين نلعب نظام البطولة عامل ازاي كمستوى وكانتقالات وككده يعني. الحاجات اللي اقدر اعدل فيها، انا مش عارف 2021 اقدر اعدل في ايه بالظبط فيها في الانتقالات، ونشتري ولا لأ. بس انا شايف ان انتوا لو هتختاروا فريق مفهوش عدد كبير، ان احنا لازم نشتري على الاقل ولو من الدوري ده. شوفوا انتوا عايزين نشتري اصلا من الدوري، ولا نروح بقى نشتري ميسي وكريستيانو مثلا يلعبوا جنب جازين وجنب عامر وكده. شوفوا يعني، نعمل بيس احلام العصر. شوفوا اللي انتوا عايزينه وانا معاكم. وشكرا جدا لكم على المشاهدة. والسلسلة دي انا متحمس لها. شوفوا برضو عايزين ننزلها بشكل مستمر يعني كل اسبوع حلقة بجانب كون اسطورة، ولا نزل مثلا لو حلقة كون اسطورة، حلقة بيز اللي هو ماستر ليج حلقتين وحلقتين كده يعني. شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم. وختاما اسف على التأخير، وبعتذر جدا والله. انا بسجل الفيديو دوت الساعة
2 الا تلت بالليل، والمفروض ارفعه على الساعة مثلا 12 واحدة زي ما انتوا عارفين كل يوم الظهر. فربنا يعيني بقى دعواتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم احمد عمران، وتابعوا المنتدى. تمام. ولو ما شفتش اخر لايف برضو شوفوا، لان مهم. يعني انا مش بقول لكم على حاجه ما تشوفوهاش، يعني هو مش مهم كنت اقول لكم عادي، يعني ما كنتش هجيب سيرته اصلا، بس هو فعلا مهم وانا محتاج رايكم جدا الفتره الاخيره. شكرا جدا لكم على الدعم، وشكرا لكل واحد بيقول كلام جميل، وسواء في وجودي او في غيابي او بيقول لي كلام يعني حلو، وكل واحد استفاد. شكرا جدا، وبعتذر لو قصرت مع اي حد في الفيديوهات او في ان انا اديله معلومه تفيده. والسلام عليكم.